تعالوا نولع الدنيا النهارده بأحلى طبق بيض من الشارع الهندي. تعالوا النهارده نعمل البيض بالكاري. النهارده هتعمل طبق بشكل جديد، طبق بيض هيعجبكم ومش هتبطلوه أبدا. بعد ما نسلق البيض ونقشره زي ما انتم شايفين كده، هنبتدي نقطع بالسكينة، نشرطه بالسكينة. نحاول ان التشريط بتاعنا يبقى عميق شوية عشان الصوص بتاعنا يوصل لحد الآخر. هنجيب بصلاية ونقطعها جوانح، يكون البصل أبيض ما يكونش أحمر عشان يدينا تيست عالي جدا. وهقول لكم هنعمل بيه إيه. بعد كده هنجيب التوم. التوم أساسي في المطبخ الهندي، لا غنى عنه. هنقطعه شرايح زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هنجيب حبات جنزبيل هنقشرها وهنقطعها بالسكينة زي ما انتم شايفين كده. هنحاول ان احنا نقطعها قطع صغيرة جدا. لو عندنا مبشرة يبقى حلو. طماطمية وهنقطعها برضو جوانح. وبعد كده هنجيب عود من الكرفس، هنقطعه زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده جوانح برضو، ونحاول ان احنا نشيل من عليه قشرة. في حلة بسيطة كده هنجيب شوية زيت وهنجيب البصلاية ونحمرها مع شوية سكر عشان تتكرمل معانا. لو بصل أحمر مش هيتكرمل كويس. هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة كركم ومعلقة كاري. كل حاجتنا النهارده بمقادير معلقة، ما فيهاش أكتر من كده. هندوب شوية في الزيت وبعد كده هنضيف البيض اللي احنا كنا لسه مقشرينه، وهنسيبه ياخد لون وياخد التيست بتاع الكاري والكركم زي ما انتم شايفين كده. الخطوات هتحسوا ان هي كتيرة شوية، بس النتيجة في الآخر هتبهركم بجد. طعمه تحفة. هنسيبه يلون ويعمل قشرة خارجية كده زي أكننا بتعمل بيض مدحرج. هنشيل البيض من نفس الطاسة ونحط معلقة زبدة. وبعدين هنضيف التوم والجنزبيل والكرفس مرة واحدة كده، ونبتدي نقلب ونحط التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عبارة عن كاري، كركم، جنزبيل، آه فلفل أسود، وقرفة عيدان. وأهم حاجة عندنا الكمون المطحون. نتأكد إن الكمون يكون صحيح ونكون إحنا طحنينه بإيدينا ونحمصه عشان يدينا الزيت بتاعه ويدينا الفليفر والتيست بتاعه. وبعد كده هنضيف الطماطم. نتأكد إن الطماطم دابت كويس أو إن هي اتحمرت كويس. بعد كده هنجيب البصل اللي إحنا كنا محمرينه وهنضيفه معاه وهنقلبه. وبعد كده هنجيب شوية شوربة فراخ أو شوربة خضار أو مية عادية، مش مشكلة أي حاجة. بس لو شوربة فراخ هتدينا طعم حلو قوي. وهنسيب كل ده يتسبك مع بعضه لمدة 10 دقايق. بعد كده هنبتدي نسقط فيه البيض زي ما انتم شايفين كده. لاحظوا يا جماعة إن الملح بضيف وأنا آخر حاجة عشان الغليان بيزيد تأثير الملح. وبعد كده بضيف قبل ما بطلع البيض بضيف كزبرة خضراء مفرومين. وبعد كده بقلب تقليبة بسيطة قبل إيه ما بسرفس في الطبق. وادي الطبق بتاعنا شكله كده بيبقى عامل في الآخر. أتمنى تدعموا الحلقة وأشوفكم دايما على خير.